نصاب الزكاة يتغير من عام إلى عام، في كل سنة عادة في عاشوراء يعني يحدد أو يبين ذلك المقدار، مقدار النصاب. هذه السنة تجاوز 33 مليون. كيفية الحساب هذه تحتاج إلى بيان وتدقيق. نعم. سواء الإنسان يدير تاجر ولا مهما كان، المهم الشرط الأول من شروط الزكاة هو بلوغ النصاب. معناها وقت الشهر نتاعو، يعني وهو الشهر القمري الذي يحول عليه الحول، الذي يحول عليه الحول هو الشهر اللي بلغ فيه النصاب. إذا كان واحد مثلا دخلوا له مثلا 10 ملايين أو ما عندوش نصاب، دخلوا له 20 مليون ما عندوش نصاب، مثلا وصلوا له 50 مليون، قال مثلا في شهر ربيع الثاني في هذه السنة وصلوا له مثلا 50 مليون، يعني 50 مليون أكثر من النصاب. نعم. دخلوا له هذا المبلغ، يشفع لهذا التاريخ على ربيع الثاني من هذه السنة 1432 الموافق ل 2011. نقول له الأخ هذا الشخص هذا المزكي، أنت عندك الشرط الأول تحقق، عندك مبلغ مالي بلغ النصاب، بل في هذا الرقم تجاوز النصاب. الشرط الأول تحقق. ما هوش كي يوصلوا برك هذا النصاب معناه لازم يخرج 2.5%، لا، ما يخرجش، مازال الشرط الثاني وهو حولان الحول، معناه يدور عليه العام. ولكن من العام الجاي إلى غاية ربيع الثاني 1433 العام الجاي اللي يوافق 2012، من هذا الشهر حتى للعام الجاي أكيد الدراهم داخلين خارجين. ممكن بعد شهر ولا شهرين هذاك المبلغ تاع 50 مليون هبط ولا حتى 10 ملايين، نزل 10 ملايين. نعم. فبالتالي بالنسبة إليه يقول ما عنديش النصاب، ولكن ما نساوش بأن النصاب تحقق في شهر ربيع الثاني، ولكن ممكن بعد شهرين دخلوا 100 مليون، هاو طلع فوق النصاب. الأموال تدخل تخرج تدخل تخرج، العبرة ببلوغ النصاب في أول الحول وفي آخره عند حولان الحول. بمعنى العام الجاي في شهر ربيع الثاني 1433 نقول له للسائل افتح الصندوق نتاعك ولا الحساب الجاري نتاعك، شوف واش عندك من أموال. إذا كان واحد تاجر عنده لا مارشانديز، عنده البضاعة في الحانوت، يدير لها الجرد ويقيمها، وشرحنا هذا بالتفصيل فيما سبق. وإذا عنده أموال في البنكة يحسبها، إذا عنده أموال في الصندوق نتاعو داخل الحانوت يحسبها. المهم المجموع إذا لقى مثلا لقى 100 مليون، هذا واش عنده. نعم. نقول له تخرج 2.5%. وقتاش؟ بعد حوالي كما قلت في العام الجاي، يعني في 1433 ربيع الثاني. قلت بعد مدار العام على ذاك المبلغ يخرج 2.5%. يخرج 2.5%. معنى إذا كان 100 مليون ربع العشر يخرج 2 مليون ونص. 2 مليون ونص خرجهم من أصل من 100 مليون. إذا بهذا الشكل. لماذا وضحت هذه الأخ محمد صالح؟ لأنه بعض الناس يعتقدوا بأن هذا المبلغ لازم يبقى دائما فوق النصاب ولا ينزل. ليس هذا الشرط، لأن الأموال تخرج تدخل إلى آخره حتى يدور عليها العام، يشوف ماذا عنده في رصيده فيخرج 2.5%. ونأكد على أنه يدير المعلم نتاعو هو الشهر القمري. نعم. لأنه الشهور القمرية مع الشهور الشمسية تختلف. السنة الشمسية فيها 365 يوم، ولكن السنة القمرية فيها 354 يوم. وخرجت فتوى من هذا المنبر أنه إذا كان واحد يأخذ بالأشهر الأخرى الشمسية جونفي فيفري مارس إلى آخره ما يخرج 2.5%، ولكن يخرج 2.75% باش يكون أقرب إلى تبرئة ذمته.